السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة بيت صور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل بسكوت اليانسون. بسكوت اليانسون من البسكوتات الحلوة جدا، تعجب الأولاد جدا. ينفع ناخدها مع الشاي الصبح، توفر في الفطار، وينفع إن احنا مع كوباية الشاي بتاعت بعد الغدا. حلو قوي وهيعجبكم جدا. تعالوا نشوف المقادير على طول. عندنا 3 بيضات، هناخدهم نحطهم في الخلاط، وهنحط يا اما 3 بواقي من الفانيلا التانية، يا اما هستخدم انا الفانيلا دي بتاع دريم، قوية جدا، فانا هحتاج باك واحد بس. وهنحتاج كمان كوباية الا ربع من الزيت، وهنحتاج كوباية سكر بودرة. لو ما عندنا سكر بودر عادي جدا، ممكن نستخدم السكر اللي هو اللي بيكون مطحون شوية ده، مش السكر الخشن، او نجيب سكر ونطحنه بسيطة يعني. وكمان هناخد معلقتين من اليانسون، وهناخدهم نخلطهم في الخلاط. تمام، هنحطهم في الخلاط. معايا هنا بقى كوباية ونص من الدقيق، عليها معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر عشان انا مش عايزاها تنفش قوي. تمام، هحط عليها الخليط السائل اللي انا عملته، وهقلبه. البسكوت ده يا بنات حلو جدا، بنشتريه من الافران بسعر يعني بمبلغ وقدره، واحنا ممكن اصلا نعمله ايه في البيت بسهولة جدا، يعني مش هياخد منك حاجة. انا خلاص خلصت بالمناسبة يعني. خلاص قلبنا كويس بس عشان نتأكد انه مفيش دقيق خالص فيه. اهو بصوا يا بنات، اهو قوامه عامل زي الكيكة العادية، زي الكيكة اللي احنا بنعملها. تمام، هاخده بقى اكون محضرة صينية مدهونة زيت. انا عارفة ان الصينية اكبر من الخليط، هو ده المطلوب، لان انا مش عايزاه ينفش. تمام، انا عايزاه بسمك رفيع. خلاص، الصينية دي مدهونة زيت، هحطه فيها واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 160. بالطريقة دي كده، وهنفرده في الصينية. زي ما قلت لكم الطبيعي ان الصينية تكون اكبر من الكمية. لو انتوا بتحبوه تخين تمام، بس انا هنعملوه زي ما بنجيبوه من الفرن. وهنديله خبطة بقى ثانية كده، وننضف الصينية عشان مفيش حاجة تتحرق فيها كده. وندخلوه بقى على الفرن لمدة نص ساعة. ما يطلع ان شاء الله هوريكم بعد كده هنعمل فيه. بصوا يا حبايبي، اهو البسكوت طلع من الفرن. تمام، وسبته ما يبرد خالص خالص خالص. خلاص هقطعه بقى كده، وبعدين السمك اللي انت حباه، بس عشان يبقى شبه بتاع الافران، فاحنا هنقطعه ايه رفيع خالص اهو بالطريقه دي كده. هتلاقوا كيكه، يعني هو ايه، بصوا زي الكيكه بالظبط. تمام، هكون بقى الفرن كده كده بتاعي سخن، يعني حتى لو انا طفيته هو لسه سخن. تمام، هشغل الفرن على درجة حرارة 180، وابدأ احطه في الفرن على الناحية دي شوية وعلى الناحية دي شوية، وبس. بقى عندي بسكوت اليانسون لما يطلع برضو هوريهولكم. بصوا اهو، تمام، هيطلع واوريهولكم. بصوا بقى، ده البسكوت اهو بعد لما طلع، شايفين عامل ازاي؟ جميل جدا ومقرمش.
سيبوه لحد ما توصلوا للون اللي انتوا بتحبوه، احنا بنحبه غامق شوية فعشان كده انا سبته يغمق شوية. وبألف هنا، جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.